السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في نقاش كروي جديد، وكيف ديما غادي نتناقشوا فيه حول فريق الرجاء الرياضي. من بعد هاد الغيبة الطويلة اللي بغينا نقولوا، بصراحة ما كانش عندي أصلا المورال باش نتكلم على فريق الرجاء الرياضي في الفترة السابقة. حنا كنا كاملين شفنا الموسم السابق كيفاش كان أحد أسوأ المواسم اللي حضرناها كاملين، بحكم أنه كنا خارجين من واحد النشوة ديال الفوز بالبطولة وكأس العرش، وكنا عاقدين أمل كبير على ذاك الفريق اللي جمعناه، وكنا كنشوفوا على انه في دوري ابطال افريقيا نقدروا نديروا شي حاجه، نقدروا نوصلوا لادوار متقدمه، ولكن كنا تصدمنا كاملين. وباش ما نكذبش عليكم، العام اللي فات على المستوى الكروي المتابعه ديالي للفريق الرجاء الرياضي ولا كره القدم عموما ما كانش عندي فيها شغف كبير. لكن البارح الحدث كيفرض راسو وكيفرض علينا كاملين على اننا نتوقفوا مع اشنو طرا واشنو جرى في فريق الرجاء الرياضي. الحدث كان في فندق ايدو انفا الدار البيضاء، واللي اسفر فيه على الفوز ديال جواد زيات بالرئاسه للمره الثانيه في تاريخ الرجاء الرياضي. وبحكم انه هذا الاسبوع نقدروا نقولوا الاخر قبل ما تكون هذه الانتخابات كانوا حملات انتخابيه، وكانوا ثلاثه ديال المرشحين رئيسيين. لكن الهضره على التحول اللي غيكون في الرجاء تقريبا هذه بدا عام في اخبار ديال ان الرجاء غادي دوز من مرحله التسيير الجمعوي الى مرحله التسيير المؤسساتي، ولا اللي بغينا نقولوا عن طريق الشركه. نفس النموذج بقى، بحكم انه الرجاء واخا كانت عندها الاس ا ديالها، واخا خلقات الشركه في 2019، ولكن التسيير بقى كيف ما ديما، منخرطين كيعزلوا لائحه ولا لائحتين، كيطلعوا يترشحوا وكينتخبوا، واللائحه اللي كتفوز فكترأس هي الرجاء، وكتولي هي يعني المسيره للفريق الرجاء الرياضي بالنظام الجمعوي القديم، النظام ديال التطوع. لكن من بعد كان الكلام حول انه الرجاء غادي تولي يعني فريق عنده شركه ديالو غيدخلوا فيه مستثمرين، وكذلك غيبقى الشق الجمعوي المتمثل في جمعيه نادي الرجاء الرياضي. لكن الطرف الكبير الا بغينا نقولوا ديال الرجاء غادي يكون في الجهه الاخرى، الجهه اللي يلاه تخلقات ديال الرجاء اس ا. كيفاش هادشي؟ غيدخل مستثمر وغادي يستحوذ على حصه كبيره من هذه الشركه، والحصه الصغرى غادي تبقى تابعه دائما للجمعيه، وبالتالي هذا المستثمر هذا غادي يكون هو اللي عنده الكلمه العليا فيما يخص تسيير الشان الكروي والاداري ديال فريق الرجاء. هاد الهضره هذه كيف ما قلت كانت بدات هذه عام، على انه صافي نزل قرار المغرب يعني بالسلطات ديالو، وخصوصا فيما يخص الشق الكروي ولا الرياضي، غادي في هذا الاتجاه. الرجاء غادي يبداو بها باش يعطيو بها نموذج الفرق الاخرى، غادي يتم القطيعه مع هذا النوع ديال التسيير الجمعوي اللي صافي تثبت على انه ساله. كان طبعا عنده النجاحات ديالو في الفتره السابقه، لكن من بعد صافي بين تقريبا ابتداء من 2012 2013 بين على المحدوديه ديالو، بين على انه ما بقاش خدام، خصوصا على انه كان فيه بزاف ديال لي فاي، بزاف ديال الثغرات كانوا الرؤساء كيستغلوهم. واكبر حاجه اللي كانوا كيستغلوها هي القضيه ديال الليتيج. فاي رئيس كيطلع اولا ما عندوش محاسبه، لانه فقط عمل تطوعي ما كيتخلصش عليه، فالمحاسبه ولو انه نظريا ممكنه لكن تطبيقيا ما كانتش. فكيطلع الرئيس كيدير اللي بغا حسب الاهواء ديالو، ولا حسب بعض المرات حتى الظروف اللي تحط فيها باش ما نظلموش كلشي. كيدير اللي بغا، كيستغل الثغرات القانونيه اللي كاينه، كيستغل النظام ديال الليتيج اللي كان، ولو انه تم التصحيح ديالو شويه ولكن هادشي غير كافي. وغادا الامور كتراكم حتى ولينا كنسمعوا المليارات ديال لي ديت ديال الديون، ماشي غير في الرجاء، في الوداد، في الفرق كلها. فهذا النظام هذا ديال التسيير صافي تثبت المحدوديه ديالو، وتثبت على انه ما بقاش خدام في كره القدم المغربيه. في نفس الوقت هاد كره القدم المغربيه ولا هاد السلطات اللي نقدر نقولوا مترأسه المشهد الكروي في المغرب باغيين يديروا ثوره على المستوى الكروي ويعمموها من بعد على المستوى الرياضي ككل. التوجه ديال المغرب كيبان ليا على انه باغي يمشي في هذا الاتجاه هذا شويه، بغى يدير تقريبا الا بغينا نقولوا نفس التوجه ديال قطر، بحكم انه تكون عنده واحد الفيزيبيليتي، يعني واحد الحضور على المستوى العالمي عن طريق المشهد الكروي ولا المشهد الرياضي عموما، شي حاجه اللي كتجذب الانظار ديال العالم كامل. هادشي نجحت فيه قطر، وبدات فيه قطر من شحال هادي بصراحه، من بدايه الاستثمارات ديالها في بدايه الالفيه الجديده، عن طريق العاب القوى، عن طريق كره القدم، عن طريق مختلف الرياضات، حتى الرياضات المائيه لي سبور نوتيك حتى هما. فقطر نوعات من هاد الاستثمارات ديالها باش تجلب ليها انظار
بحكم انه كدوله ما يمكنش لانها تكون يعني حاضره على المستوى العالمي عن طريق القوى التقليديه، لكن عن طريق الرياضه مثلا والاستثمارات. فقطر اليوم معروفه. كيبان لي والله اعلم انه المغرب حتى هو خدا نفس التوجه وبغى يستثمر في الرياضه وبغى يستثمر في كره القدم بشكل خاص. الا بغينا نقولوا ان كره القدم هي الجالبه الاولى للاستثمارات الرياضيه، وكذلك الجالبه الاولى للانظار. البدايه ديال هذا المشروع ولا البدايه ديال التحرك اللي بغينا نقولوا بالنسبه لي شخصيا وهو احتضان ديال كاس العالم للانديه في 2013 و2014. اول مره المغرب تقريبا غادي يحتضن كاس عالم. يعني نقولوا كاس عالم، كاين كاس عالم الشبان، اليو 17، اليو 20. هو مشى لهذا الاختيار هذا. كان ديك الساعه بدايه ديال افتتاح مجموعه من الملاعب في المغرب، فارتأى على انه البدايه تكون عن طريق هذا كاس العالم للانديه اللي نجحت ليه. باش نكونوا واضحين، نجحت ليه بداك الزخم اللي كان، بداك المتابعه اللي كانت، بداك حتى الانجاز الوطني اللي كان في التظاهرات، خصوصا في 2013 طبعا، بحكم انه 2014 الممثل ديال المغرب كان المغرب التطواني ما تمكنش انه يدوز من الدور الاول. فمن بعد المغرب بعد ما احتضن واحد التظاهره باسم الفيفا لكن كتبقى متواضعه نوعا ما، بغى يمر التظاهرات اخرين وكان باغي يترشح وفاز حقيقه بالاحتضان ديال كاس افريقيا في 2015 اللي بقينا عاقلين. لكن شاءت الاقدار، كان المرض ديال ايبولا ديك الساعه والمغرب تراجع على تنظيم ديال هذه التظاهره وارتأى على انه ما يريسكيش ما يغامرش. من بعد بقى نفس التوجه ديال انه المغرب باغي يبقى يحتضن تظاهرات كرويه على المستوى الاول الى تحت الفرصه، لكن حتى على المستوى الرياضي عموما. هذا التوجه هذا وحنا غاديين مسترسلين في الموضوع باش نوصلوا للجمع العام ديال الرجاء. هذا التوجه ديال المغرب كان دائما كيتنتقد عليه على المستوى الكروي المحلي. الصحافه، الجماهير، النقاد كانوا دائما كينتقدوا السلطات المسؤوله على هذا الحراك الا بغينا نقولوا اللي كاين في المغرب. كيفاش نتوما باغيين تلمعوا الصوره ديال المغرب على المستوى الرياضي وباغيين خديتوا الرياضه كطريق وكسبيل، في حين ان الرياضه على المستوى الداخلي ديالكم مهمشه وما كيتمش بذل نفس المجهود فيها باش يتم الرقي بها ويتم التطوير ديالها. هادشي كان واضح. اذا قارنا كره القدم على المستوى الدولي في المغرب مع كره القدم على المستوى المحلي ولا المستوى الوطني كذلك في المغرب، فكاين فرق شاسع. فكنظن على انه في هاد العامين الاخرى، وبحكم انه هاد الفروق هذه بدات كتجيب بزاف ديال المشاكل للاجهزه الوصيه والسلطات كذلك على المستوى الوطني، بدات كتجيب لهم بزاف ديال المشاكل والانتقادات والاحراج، فقالوا خاصنا نوضوا نوضه وحده لهذا المشكل اللي عندنا على الاقل على مستوى كره القدم، بحكم هي اكثر متابعه في المغرب. وهنا غادي ندخلوا ربما في واحد الموضوع اخر للاسف، انه الرياضات كلها مهمشه في المغرب، فالتركيز غيكون غالبا على كره القدم فقط لانه هي اللي كتجذب الانظار. للاسف هكا حنا غاديين. الا كان التركيز 90% ديال الناس على واحد الحاجه فغنمشيو لهذيك الحاجه وغادي نيجليجيو شي الاخر، رغم انه هذوك الرياضات الاخرى خاصهم يتم النهوض بها. كره السله الا جينا ندويو عليها كارثه. الرugby يلاه رجعنا الاتحاد الدولي. المهم هذه مواضيع اخرى ما نقدروش ندويو عليها دابا. فالعموم كان النهوض ولا كانت استراتيجيه ديال انه نهضوا بهذه كره القدم في المغرب على اننا خاصنا نبداو بالفروق ديالنا. خاصنا نبداو بالفروق ديالنا، خاصنا نشوفوا اصل ديال المشكل واصل ديال الداء، وخاصنا نحاولوا اننا نحلوه. الحل ديال المشكل كان كيتطرح ديما: تاسيس شركات رياضيه، خاص دخول المستثمرين، خاص المسير يكون داخل بفلوس باش يخاف على فلوسه باش ما يبقاش يدير اللي بغا. كان الحديث كبير. لكن مؤخرا كيف ما كنقول غير في هاد العامين الاخرى حتى تقريبا العام الاخر، ونقولوا حنا العامين الاخرى، فين كثر الضغط وكثر توحيد الكلام ولا توحيد النقاش حول ضروره انه خاص يدخل الاستثمار في كره القدم. كره ما خاصهاش تبقى تسير كجمعيه، الفروع ما خاصهمش يبقاو يتسيروا كجمعيات. خاص ضروري انه يكونوا مؤسسات ماليه، نقول مؤسسات ماليه كنعني بها شركات، يعني ناس ديال البيزنس خاصهم يدخلوا في الكره باش يسيروا، خصوصا على انه عندنا بزاف ديال النماذج ديال مسيرين ولا ديال شركات كبرى وطنيه اللي ناجحه. علاش ما نجيبوش هذه الخبره التسييريه الاداريه اللي كاينه على المستوى الاقتصادي ندخلوها الانديه ديالنا، وكذلك باش نقويو هذه الانديه ديالنا على المستوى المالي وتبقى تنافس ويبقى عندنا اشعاع على المستوى القاري ولا كاع حتى المستوى الدولي، ماشي غير عن طريق المنتخبات ولكن حتى عن طريق الفروق ديالنا.
تبقى هاد الفروق هذه تمثلنا، تبقى هاد الفروق هذه تجيب لنا كؤوس افريقيه، ونبقاو علاش لا حاضرين على مستوى الساحه الافريقيه والاقليميه ديالنا عن طريق حتى الانديه ديالنا. هادشي اللي كان في السابق، لكن في السابق كان استثناء. الا جينا ناخذ اخر فريق اللي كان متالق على المستوى نقولوا اقليمي، يعني خارج المغرب، سواء افريقيا سواء العربيه سواء هذا، فكان هو الوداد. الوداد طرا ليه داكشي اللي طرا الفريق رجاء. كذلك حاجه اخرى اللي نسيتها واللي بالنسبه لي سرعات من المأموريه ولا من الوتيره، وهو الفضائح اللي كانوا متعلقين بالمسيرين ديال العديد من الفرق الوطنيه. المشكل انه ماشي فرق وطنيه عاديه، ولكن الفرق اللي هي كنقولوا لها قاطره كره القدم في المغرب. شفنا شنو طرا الرئيس السابق ديال الوداد، شفنا شنو طرا الرئيس السابق ديال الرجاء. الرجاء عنده جوج رؤساء، جوج ديال الرؤساء سابقين اللي حنا عارفين دابا فين كاينين. المسيرين السابقين ديال هاد الانديه هذه دخلوا وتورطوا في مشاكل اللي ادت بهم انهم يمشيو للسجن، هادشي حنا كاملين عارفينه. هاد الصوره هذه اللي تلطخات ديال هاد الفرق الكبرى بالنسبه لي انايا خلات ان هاد الوتيره ديال الانتقال من الجمعيات الى الشركات. فباش غادي نبداو، بحكم انه المصدر ديال المشاكل التسييريه والتنظيميه ديال كره القدم المحليه في المغرب بالنسبه لي انايا كتجلى في قطبي كره القدم في الدار البيضاء، فكان ضروري خاص البدايه تكون من واحد منهم. وبغينا ولا كرهنا الرجاء الرياضي هو اكبر نادي في المغرب من ناحيه الجماهيريه ومن ناحيه الامباكت ديالو على مستوى الكره. الامباكت يعني التاثير ديالو على مستوى كره القدم المحليه في المغرب. بالاضافه على انه الرجاء الرياضي هو اكثر فريق عاش هذا التخبط وعاش هذه المشاكل التسييريه. فإلا بغينا نبداو خصنا نبداو من الجذر كيف ما تنقولوا، خاصنا نبداو من اصل المشكل واكثر حاجه فيها المشاكل واكثر حاجه مخلوطه ديال بصح خاصنا نبداو منها، وخاصنا نحيدوا منها الداء، وخاصنا نعطيو بها المثل لباقي الفروق، ومن تماك الى تصلحات اكبر مشكله عندنا على مستوى كره القدم المحليه، فغالبا غنقدروا نصلحوا المشاكل الاخرى اللي غادي تكون اقل من ناحيه الشده. بدينا بفريق الرجاء الرياضي. الهضره كانت قبل هذه عام تقريبا كيف ما قلت على انه غيدخل مستثمر الفريق الرجاء الرياضي، وغادي يكون هو اللي شاد الحصه الكبرى من الرجاء اس. الاختلاف اللي كان وهو شكون هو هذا المستثمر. هذه اسئله كانت كتطرح انا باقي عاقل عليها. شكون هو هذا المستثمر؟ كيفاش غيتم هذا الانتقال؟ واش ما غاديش يبقى رئيس ديال فريق الرجاء الرياضي من المنخرطين وغادي نسدوا بمره مع هذا النظام ديال الانخراط والنظام ديال النظام الجمعوي عموما؟ وكيفاش غادي نديروا لهذه المرحله الانتقاليه؟ كيفاش غننتقلوا؟ البارح كنا عارفين كلنا على انه الغالبيه العظمى ديال الجماهير كانت مع الزيات، في حين الاقليه كانوا يا اما مع حزبان يا اما مع براوين. علاش تختار الزيات من طرف الجماهير، او نقولوا علاش الجماهير مشات اكثر مع الزيات؟ حيت بغينا ولا كرهنا من هاد الثلاثه هادو اللي كاينين اللي مرشحين، الزيات هو اكثر رئيس شفنا معاه استقرار على المستوى التسييري في الرجاء، حيت هادو بثلاثه رؤساء. براوين هو الرئيس اللي كان نورمالمون حالي ديال الرجاء، دابا ما بقاش. سعيد حسبان ديجا ترأس الرجاء، وكذلك زياد هو ديجا ترأس الرجاء. فزياد كبروفيل لا على المستوى التسييري في الاعمال ديالو والمسائل ديالو الشخصيه فهو تبارك الله ناجح، وعلى المستوى ديال الرجاء فاش كان شاد الرجاء فكان غادي بها بواحد الطريق اللي هي مزيانه. السبب اللي خلى زياد انه يخرج كانت مشاكل لا اراديه، كاملين متفقين على ان المشكل الاعظم اللي كان هو كورونا، حيت السيد كان مطراسي واحد الطريق في الرجاء بحكم انه الموارد اللي غادي تجي معتمد على الموارد اللي غتجي من الجمهور، بيع البطائق، الاشتراك الى غير ذلك. لكن كل شيء شاف انه كورونا يعني حبسات الكره تقريبا في العالم كامل. هادشي اللي خلى هذاك التصور وديك الطريق اللي كان مطراسيها انها توقف بزز منه، خاصه على انه لي بروفيزيون ديالو ولا نقولوا التكهنات ديالو، دوك المداخيل اللي كان غادي يدخل، فالمصاريف اللي كان غادي يصرف كانت ممكن انها يتم التغطيه ديالها من المداخيل ديال الجمهور. العوده ديال الزيات هذه المره هذه بالنسبه ليا ما كانتش من طرف الزيات يعني بوحدو او لا ترشح شخصي ديال الزيات، لكن مجموعه من السلطات اللي بغينا نقولوا داخلين فيها السلطات ولا مجموعه من الناس نافذين على مستوى الكره في المغرب، وحتى على مستوى التسيير السياسي والاداري ديال لا على مستوى المدينه ديال الدار البيضاء. حنا شفنا مثلا الوالي دار عده اجتماعات مع رؤساء سابقين ديال الرجاء، كذلك مع ديال الوداد
وكنشوفوا على انه كيف ما قلت التحرك ديال الدوله عموما، وهو انه يتم الهيكله ديال الفرق. فكان هذا البروفيل ديال زياد بحكم انه انسان ديجا داز كمسير في الرجاء وديجا عنده امباكت، وباقيين نقدر نقولوا مجموعه من الجماهير كانوا كيقولوا يا ليت انه يرجع. هذا البروفيل ديال زياد كان تم الدفع به، وحتى السيد قبل في الاخر انه باش نقولوا نكونوا صريحين في الاول ما كانش باغي يزيد انه يرجع، لكن في الاخر بغى انه يترشح، وقبل بانه يترشح حتى اللائحه ديالو كان تم التدعيم ديالها بناس نقدروا نقولوا انهم عندهم كفاءه على مستوى الاعمال ديالهم. في حين حسبان وبيراوين، بيراوين كبروفيل ما كان حتى شي واحد يسمع به. صحيح ان السيد من شحال هذه هو منخرط ومن شحال هذه هو فاعل في الرجاء، لكن ما كانش باين هكا. فالثقه ديال الجمهور بواحد البروفيل جديد ما عارفينوش كيفاش داير، خصوصا على انه من بعد ما شد الرجاء كانوا عنده بزاف ديال، اولا نقدروا نقولوا ماشي بزاف، مي كانوا عنده واحد الاغلاط، خاصه على مستوى الحوار، خاصه على مستوى كيفاش التصورات ديالو للتسيير كيفاش خاص. فالبروفيل ديال البيراوين ما كانش متماشي مع الطموحات ديال الجمهور. ملي غادي نجيو ندوزو لسعيد حسبان، سعيد حسبان حنا عارفين اصلا العلاقه ديالو مع الجمهور كيفاش دايره، بروفيل مغضوب عليه من الاخر. عاد زاد ما كملها، وعاد باش زاد غرقها على راسو فاش خرج تقريبا هذه واحد 6 شهور، وكان تكلم على الشركه اللي بغى يجيب والمستثمر والى غير ذلك. في الاخر ما طرا من داكشي والو. هو من بعد خرج وقال انه تم يعني واحد البلوكاج، بلوكاوه باش ما يجيبش هذا المستشير وما عاونوش، وما كانش عنده هو القرار بيدو، فبالتالي تم التخلي على هذا التصور هذا. لكن كبروفيل ما مقبولش، غير مقبول ابدا. حتى الهضره ديالو، حتى الكلام ديالو، حتى التصور ديالو، البرنامج اللي باغي ينفذوه في الرجاء غير مقنع بصراحه. باش ماشي غير نتيريو هكاك في السيد، لكن اجينا ندويو على الواقع، وعلى كيفاش كيدوي، وعلى كيفاش طرح البرنامج ديالو، شنو باغي يدير، التصور ديالو، المبالغه كذلك في الطموح ديالو. باش تجي تقول لي انا في هاد 10 سنين غندير 10 البطولات، هذه راه لا يمكن. حتى الريال ما كديرهاش، يعني حتى جوفونتوس في قمه السيطره ديال على سيري ا راه عمرها دارتها. فما يمكنش وانت عندك بركان اللي دابا فايتاك، عندك الوداد اللي حتى هي منافساك، عندك فرق اخرى حتى هي الجيش هي. ما يمكنش تقول لي هذه عمرها كانت اصلا في التاريخ. فما تجيش زعما بين قوسين، ما تجيش انك تطلع الطموح غير باش انك تكسب تعاطف. فالجمهور ما مشاش مع حسبان، واللي بانت لي انه لوجيك طبعا، بالاضافه الى اللائحه اللي كانت مع حسبان. ما كنظنش انه لائحه قويه من ناحيه الاسماء. هادشي كامل خلى ان الجمهور يتجه للزياد، زعما نقدر نقولوا بالاضافه لهذه الامور هذه، يعني بالاضافه الى الضعف ديال المرشحين والمنافسين اللي كاينين الزياد، اللي كاينين مع الزياد، خلى الجمهور يكون متوجه اكثر للبروفيل والمشروع ديال الزياد، اللي فاش كان كيتكلم على المشروع ديالو في الخرجات الاعلاميه كان اكثر اقناعا. هذه لا نختلف فيها. التخوف اللي كان وهو انه بيراوين بالنسبه لنا قبل هاد يومين ولا 3 ايام قبل الجمع العام كان باين على انه غتكون منافسه ما بين بيراوين وما بين الزياد، لان حسبان غيتم الاقصاء ديالو. التخوف اللي كان هو اضافه بعض المنخرطين الجدد واللي كانوا باينين على انهم جايين باش يصوتوا البيراوين. التخوف اللي كان هو انه يتم المصادقه ديالهم، ولا دار شي تخريجه باش انه يتم الاضافه ديال هاد المنخرطين اللي كانوا تقريبا شي 15 ولا 16 على ما كنت اعتقد، على ما باقي كنعقل، ويقوموا بالتصويت ويغلبوا الكفه من زياد لصالح بيراوين. خصوصا الا عرفنا ان اصلا المنخرطين اللي غادي يصوتوا فراه ما غاديش يفوتوا 200 منخرط. تخيل معايا، وهذه من بين لي فاي، من بين الثغور اللي كاين في هذا النظام الجمعوي، انه فريق بحجم الرجاء يلا عنده 200 منخرط، وهاد 200 منخرط هما اللي عندهم اليد العليا في تحديد المصير ديال فريق بحال الرجاء اللي عنده ملايين المتابعين. هذه حتى هي الا بغينا نزيدوها في المشاكل ديال التسيير بالنظام الجمعوي في كرة القدم. التصور ديال الرجاء من بعد هذا الجمع العام كيفاش غادي تكون وكيفاش غادي يتم التفعيل ديال الشركه، تم القبول ديال مستثمر تاريخي عند الرجاء تقريبا الا بغينا نقولوا قبل المرحله ديال مرسى ماروك، فراه لوديب يعني مكتب الموانئ، راه من شحال هذه، راه يمكن من الثمانينات الا باقي عاقل، الا ما خفتش نقول شي حاجه ماشي شالها، راه من الثمانينات عندهم علاقه مع فريق رجاء وكيدعموا فريق رجاء بحكم واحد الفتره في التسيير على مستوى كروي في الثمانينات ربما، ولا اواخر بدايه التسعينات ما عقلتش مزيان. فكان تم الحاق كل فريق بواحد المؤسسه
الوداد كانوا عندهم بنكه، حنا كان عندنا لوديب، فرق اخرى كان عندهم مؤسسات اخرين. من بعد هاد لوديب غتولي حنا عارفين ما تبقاش لوديب مي غتدخل في بلاصه مرسى ماروك، ومرسى ماروك ربما مع الرجاء تقريبا من 2008 الا باقي عاقل. فتم الاتفاق على انه هاد مرسى ماروك هذه اللي غادي تكون المستثمر اللي غيدخل مع الرجاء في الشركه ديالها رجاء اس ا، غادي تاخذ 60% بواحد القيمه ديال 15 مليار، لكن مع المحو او يعني تسديد ديال الديون ديال فريق الرجاء الرياضي اللي ما عقلتش صراحه بالضبط شحال، ولكن كانوا كيدويو على 13 مليار فيها جميع الديون بما فيه لا سي ان اس اس، بما فيه الضرائب، بما فيه داكشي كامل. علاش تم الاختيار ديال هذه المؤسسه؟ اولا لانها ناجحه على المستوى الوطني وكذلك حتى على المستوى الافريقي، انه مرسى ماروك عندها بزاف ديال الانشطه الاقتصاديه خارج المغرب. ثانيا انه شريك تاريخي، وثالثا انه شركه مغربيه محليه. فالمصادر ديال الاموال، وهذه نقطه كانت محوريه، مصادر الاموال ديال الشريك خاصها تكون معروفه ومضمونه، وما كي يعني ما فيهاش لبس، ما فيهاش شبهه. فبغاو يبداو هذا النموذج ديال التسيير على المستوى الشركه انطلاقا من شركات محليه. كنظن كذلك نفس الحاجه غيطرا مع الوداد وكذلك مع الفرق الاخرى، غادي يتم الاتجاه لانه الشركات المحليه هي اللي غتدخل وماشي جلب استثمارات اجنبيه، رغم انه قانونيا ماشي ضد دخول المستثمر الاجنبي، ولكن التوجه ديال بغينا نقولوا ديال الناس اللي قائمين على الشأن الكروي في المغرب انه هكا خصها تكون الامور، الشركات المحليه هي اللي خصها تدخل. الرجاء حاليا تم انتخاب رئيس جديد ديالو اللي هو جواد زياد، لكن جواد زياد فهو رئيس ديال الجمعيه ديال فريق الرجاء الرياضي اللي غادي تكون عندها 40% من الشركه ديال رجاء اس ا، لهاد الشركه عن طريقها غيتم تسيير فريق الرجاء الرياضي مع الاحتفاظ ديال الجمعيه على ما فهمت بمجموعه من الاشياء، من بينها الاكاديميه مثلا، من بينها تسيير ديال الفئات السنيه ومجموعه من القطاعات الاخرى. كنظن انه الصوره الان بقى ما وضحتش، لكن على الاقل كبروفيل ديال المسير حنا الحمد لله طرقناه. اللي نقدر نقوله كخلاصه انه الاراده ديال الجمهور تحترمات، والاراده ديال الجمهور في الاخر طبقات، لكن هادشي كامل بالنسبه لي انا مسؤوليه كبيره على الزياد. اللي كنتمنى، وانا شخصيا ما كنظنش غادي يخيب ظني، اللي كنتمنى انه ما يطراش معاه نفس السيناريو ديال البدراوي، كيفاش انه الجمهور كامل كان كيدفع بواحد السيد وكان كامل باغي واحد السيد في الاخر انه هو اللي ترأس الرجاء، في الاخر تم نقدر نقولوا الخذلان ديالنا كجمهور. لكن الزياد طبعا ماشي هو البدراوي. اولا الفتره الرئاسيه ديالو السابقه كانت الى تقريبا نقولوا واحد 70% ناجحه. ثانيا كبروفايل وكدعم لهذا السيد هذا ما كاينش فقط من الجمهور وانما حتى من السلطات المهتمه بالشان الكروي في المغرب، بغينا ولا كرهنا. وثالثا حتى الناس اللي معاه كلائحه والناس اللي يخدموا معاه كمكتب فهما ناس وازنين. فاللي كنتمنى ان شاء الله اولا الجمهور خصو يخلي السيد يخدم، هذه اهم حاجه نقدروا نركزوا عليها. ثانيا سقف الطموح ديالنا ما يكونش عالي، راه ماشي من العام الجاي غادي ديش البطوله وعاوتاني وكاس العرش وتمشي تشارك في الشامبيونز ليغ وما نعرف شنو، بنادم وقيلا ما عرفت كيفاش كيتصور ليه الامر. ثالثا باقي لحد الان ما دار كيف ما كنقولوا في الطاجين ما يتحرق. انا السيد خدا الرجاء بكل الثقه اللي غيكون في هذه الرجاء هذه، من المديونيه، من المشاكل، من الصراعات، من وكذلك انه دخل على واحد حاجه جديده حتى واحد عمره ما دخل ليها، اللي شناهي اللي هو التسيير ديال الفريق اون طون كشركه. نخليو السيد نشوفوا شنو غادي يدير، واش غادي يحط التصور ديالو كيف ما قال، او السيد كان كيركز اكثر على المدير الرياضي، واش غيدير هادشي ولا لا. ومن جهتنا حنا نقدروا نديروا الا حاجه وحده الا وهي المسانده. هادشي اللي كان عندي اليوم. كنتمنى ان شاء الله انكم تشاركوني الافكار ديالكم، خليو لي كومونتير ديالكم، خليو لي الاراء ديالكم، وكنتمنى كذلك ان شاء الله على انه الرجاء تم غادا دائما في الطريق الصحيح، وتكون الليله ديال البارح ديال الانتخاب ديال جواد زياد هي الليله اللي غادي يعرف فيها فريق الرجاء الرياضي تحول في التاريخ وفي المسار التاريخي ديالو. شكرا لكم، كان معكم طه، السلام عليكم ورحمه الله.